ليه ما شاء الله قصر الكبابجي مثلا بيبيع باسعار اغلى تقريبا من كل المطاعم اللي بتبيع بيها الكبابجيه، وبالرغم من كده ما شاء الله دايما الفروع بتاعته زحمه. ذا كيس ستادي ساعه التسعير بيكون في اكتر من طريقه للتسعير. في طريقه ان هو لما كان يجي يفتح كان ممكن يبص على المحلات اللي موجوده كلها حواليه ويشوف كل الكبابجيه بيبيعوا مثلا كيلو الكفته بكام، وفي الحاله دي يبدا يبيع بسعر زيهم او اقل شويه او اعلى شويه بسيطه، ويبدا النهارده يسعر بناء على سعر المنافسين. في نوع تاني من التسعير ان هو يبدا يشوف تكلفته كام، وبعد ما يشوف تكلفته كام هو ممكن يحط نسبه الارباح اللي هو عايزها ويبدا يحط النسبه بتاعته. في نوع ثالث بقى من التسعير اللي تقريبا معظم البراندات الكبيره والتقيله بيسعروا بيه، هم بيسعروا بناء على الفاليو اللي انت بتقدمها، ما لهمش بقى علاقه باي سعر موجود بالماركت خالص. بس عشان تسعر بالفاليو وتبيع بالسعر اللي انت عايزه ايا كان بقى انت مجالك ايه، ايا كان انت مشروعك ايه بالظبط في اي مجال سواء كنت اونلاين او اوفلاين، لازم في الحاله دي تكون قفلت اللعبه. يعني لازم يكون المنتج بتاعك هاي كواليتي جامد قوي 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 قوي، لازم يكون عندك ميزه تنافسيه مش موجوده عند اي حد غيرك. يعني في حاله قصر الكبابجي هو اهتم جدا بالكواليتي بتاعت البرودكتس بتاعته. رقم 2 اهتم جدا جدا بالقعده بتاعت المكان، هتلاقي الكرسي كرسي كبير، كرسي محترم، كرسي تقعد على الكرسي تبقى مش عايز تمشي اصلا من المكان. اهتم جدا بالديكور قبل ما يحط اي سعر عالي ويخليك النهارده تيجي تقول ايه السعر العالي ده، لا ادالك حاجات كتير جدا في البدايه عشان لما تروح تجربه تلاقي نفسك مبسوط، تلاقي نفسك بتدفع النهارده اوكي مش مشكله الفرق بين الملوخيه اللي هنا واي ملوخيه ثانيه حتى لو كانت حلوه وزيها 70 جنيه بس انا باخد بيهم سيرفيس اعلى، باخد بيهم قعده مريحه اكتر. الفرق ده ممكن انساه لما الاقي فيه شعور بالفرحه لما الملوخيه تنزل وفي تيم جايين عمالين يطبلوا للملوخيه وعمالين يسقفوا لها. فبالتالي كل الحاجات البسيطه دي اللي بتساعدك ان انت تسعر بناء على الفاليو. فانت دلوقتي لو عندك مشروع وعايز تسعر اغلى من المنافسين بتوعك، ايه اللي انت عامله في مشروعك عشان خاطر النهارده تسعر بناء على الفاليو؟